السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التقضيه ديال الشهر من الهري مع ذكر الاثمنه. قبل ما ندوزو للفيديو ديالنا بغيت نوصل واحد الميساج اللي صغيور بالنسبه لهذا النوع من هذه الفيديوهات. الهدف منهم هو الاستفاده، نتوما كتستافدوا انا كنستافد، يعني كنستافدوا من بعضياتنا. شحال من حاجه انا ما كنتش عارفاها نبهوني ليها بعض الاخوات، وشحال من حاجه نتوما ما كنتوش عارفينها اكتشفتوها من الفيديوهات ديالي. شي حاجه اخرى راه ما كايناش، وكل واحد غادي يخلص ربي على النيه ديالو. المهم ما نطولوش حيت ما عنديش مع التطوال. هاد الزيت هذا خديته كنت خدمت به، وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم للاستفاده. طبعا بالنسبه لهاد الزيت هاله زوين خفيف ما فيهش الريحه كما كتعرفوا. بعض الزيوت فيهم واحد الريحه اللي مجهده، هذا ما فيهش الريحه بزاف، وداير 107 دراهم اللي داير 5 لتر. دائما كيف ما كنقول لكم اي حاجه كبيره راه كتكون اقتصاديه وناقصه في الثمن. بالنسبه للدقيق دائما كنشارك معكم الدقيق الخاص بالحلويات، يا اما الاتقان يا اما القراوين. هاد الجوج هادو اللي كنخدم بهم انا الاغلبيه. هذه ديال 10 كيلو كيحسبها ليا ب43 درهم. بالنسبه للسكر كانت قالت لي واحد الاخت كتكثري من السكر وسنيده. السكر ما كنستعملوش في الشهر كامل، غير كيف ما قلت لكم دائما كناخذ حاجه كبيره باش كطيح عليا اقتصاديه، ونقدر شهر ناخذها وشهر ما كناخذهاش. بالنسبه للاتاي في الفيديوهات اللي قبل كنت شاركت معكم صاغرو اللي صراحه زوين، وهذا الشهر علاش ما خديتوش لانني ما لقيتوش. كنت كناخذ ب 42 درهم، هنا خديت النسمه ب 43 درهم فيها 500 غرام. عندي الزبده اللي كنشاركها دائما معكم ليليا او لا بريريا جوج اللي كناخذ. الزبده 17 درهم هذيك ليليا. وهاد ماماتي مارغرين راه ولات ب 7 دراهم اونص اللي ولات دايره، راه زادت في الثمن. واليوم خديت هاد ليكا كريم خديتها ب 22 درهم باش خديت هاد الكبيره هذه. كنت كناخذ هذا اللي كنت شاركته معكم ب 25 درهم. ما لقيتوش هاد الشهر، يعني كاينين بعض المواد ما كيكونوش في كل كيف العاده كل فيديو غنقول لكم صحاب نيوتيلا ما هضرش معكم، واصلا ما غاديش يدخلوا يتفرجوا بحال هاد النوع من هاد الفيديوهات. المهم هادو راه بلا ما نكثروا الهضره. هنا خديت الفرماج. بالنسبه لهذا الفرماج هذا حتى هو زوين بزاف. سميتو لا بيل باش او البقره الحسناء، راه زوين. هذه دايره 20 درهم فيها 24 قطعه. وإلا خديتو الكبيره راه غادي تطيح لكم رخيصه واقتصاديه. انا ما خديتوش لانني ما استهلكوش بزاف وكان مازال عندي. وهنا خديت الخميره اللي ولات دايره حتى هي 6 دراهم اونص. هاد الخميره هذه حتى هي مازال عندي، غير خديتها باش ما تسالاش ليا. هي اللي كنستعمل في الصيف لان كتكون ما مجهداش او حيت دابا بدا كيسخن الحال. مطيشات عيشه هذه دايره 15 درهم، راني خدمت بها عاد صورت لكم حيت احتاجت قضيه وكانت خاصاني خدمت بها عاد درت لكم هذا الفيديو هذا. هذه راه فيها 300 وشي حاجه 375 غرام. المهم دايره 15 درهم، كطيح اقتصاديه على ديك الصغيره اللي كتاخذوا ب5 دراهم 5 دراهم، راه كتوليو واش في 30 درهم وانتم غير دوك الصغيورات. هاد الخل هذا المهم الخل الابيض، الخل ديال الحامض، اي خل. المهم هذا ما كنستغناش عليه انا بعدا، واخا نجيب اللي جبت هذا ما كنبدلوش. داير 3 دراهم ونص. ايزابيل راه بدلوا لها ديكور ديال السميه. انا ما بقيتش بغيت الصراحه نستعمل الطون بزاف، فخديت غير هذه راه دايره 7 دراهم. والملحه المهم الا كنتو كتعرفوا شي ملحه من غير هذه نصحوني بها، خديت هذه ديال 3 دراهم سميتها يمامه الغرب. والزيت بالنسبه للزيت اللي شاركت معكم في الاول راه قلت لكم شريته على حساب الخدمه وهذا خديته على حساب الدار. راه مازال عندي، خديت غير هذه باش نكمل وصافي. كما قلت لكم دائما راني شهر كيكمل ليا شهر. بالنسبه لهذه راه ولات دايره 45 درهم عافيه 2 لتر. وهنايا داكشي ديال العبار. هنايا خديت الروز كلاصي، خديت 500 غرام ب 8 دراهم. راه كما كتعرفوا في رمضان راه كنستهلكوه حتى هو بزاف. وهنا خديت الفينو، خديت غير كيلو غير باش ندير باني لانني ما بغيتش ناخذ بزاف لان مازال عندي هذاك الكامل ومازال عندي شي حاجه.
وهنايا خديت التمر، حتى هذا بغيت نشاركه معكم للافاده. صراحه زوين واقتصادي هذا السكري الرطب. هاد الكرتونه هذه فيها 3 كيلو 800 غرام، خديتها 100 درهم. كيف ما كتعرفوا هاد السكري راه داير 35 درهم الكيلو. كاين اللي كيبيعوا ب 40 درهم الكيلو. هنا راه واخا ما بينش مزيان في الصوره، ولكن شي حاجه اللي زوينه. غير هو فيه شويه ديال التراب، ضروري ما تغسلوه، يعني ما تغسلوش كامل، كنغسلو غير فاش كتبغيو تاكلوا كتغسلوا واحد الحبات اللي غتاكلوا صافي. كيف ما قلت لكم كيطيح اقتصادي، عوض ما تاخذوا ضربوا الحساب 35 درهم الكيلو او 40 كيلو، كتاخذوا هذه الكرتونه فيها 3 كيلو 800 غرام، فيها 3 كيلو 400 غرام على حساب شنو فيها. المهم 3 كيلو راه فيها، وكتلقاو الزياده ب 100 درهم. وهنا عندي السميده ديال الشعير اللي كنستهلكها انا بزاف في رمضان، دايره 8 دراهم الكيلو، راه حتى هي زادت. كنستعملوها هكا الحريره الحسوه. المهم دابا غادي ندوز معكم لهذا الشيء ديال مواد التنظيف وداك التخربيق الاخر. عندي هنايا بابي كويزين، هذه راها ب 17 درهم. كانت قالت لي خالتي راه زادوا فيها. المهم حنا راه مازال ما زادوش فيها خالتي حيت عارفه غتكون كتفرج الفيديو. راه 17 درهم باش خديت هاد بابي كويزين. هنا بابي جينيك هذا اللي كناخذ، اللي كنشارك معكم دائما، باندو ب 23 درهم. كيكونوا فيه 9 ديال الحبات. المهم كيف ما قلت لكم اي حاجه كنشاركها معكم هنا للاستفاده فقط، كنستافد منكم كتستافدوا مني. هاد كلينيكس هذا عوض ما تبقاو تاخذوا هذاك ديال 2 دراهم 2 دراهم، خصوصا اللي عنده الوليدات، كناخذ هذا راه ولا داير 10 دراهم، كان غير ب 8 دراهم. هنا فلوطه سبق لي شاركتها معكم، كيف ما قلت لكم حتى هي ما كناخذهاش كل شهر، كناخذها شهرين ونص. المهم على حساب التصبين واش كاين بزاف ولا لا. هذه راه دايره 45 درهم. فهاد الري اللي كنتقدا فيه ري اخر دايره 70 درهم. المهم نتوما دوروا قلبوا على راسكم، راه كل هري وداير الاثمنه ديالو. غير هو راه ما كاينش هري ناقص في الاثمنه كاملين وهري مغلب في الاثمنه كاملين. بحال هاد الهري اللي تقديت فيه انا، هذيك فلوطه دايره 75 درهم، ولكن اتاي داير 43 درهم. يعني كيف ما عودتكم راه كنقول لكم هاد الحويجات هادو، يعني هري متفق مع هري. مثلا انا كنبيع اتاي ب 43 درهم، انت غادي تبيع فلوطه ب 50 عفوا ب 70 درهم. هذاك سكيب هذاك راه داير 85 درهم، فيه 85 تصبينه بحال 5 دراهم تصبينه. المهم عندي هنا جافيل داير 20 درهم. هذاك ثاني كرواره مشى لي الفيديو داير ماشي داير 12 درهم. هذاك ثاني كروه. هاد اتاي داير 8 دراهم وكيحسبوا لي ب 7 دراهم، ما عرفتش علاش. هذاك اونيت الحامض راه داير 15 درهم. بالنسبه للناس اللي قالوا لي اكثر، لا راه داير غير 15 درهم. وواحد الحاجه يعني الهري اللي كتقداو فيه بزاف راه كيزيد ينقص لكم على الاثمنه اللي معروفه. المهم هذه هي التقديه اللي شاركت معكم اليوم. هذا التمر والشكلاط والدقيق. المهم هادشي كامل اللي شاركت معكم. بالنسبه المجموع ديال هاد التقديه كامله، حيت شي بنات كيسولوني على المجموع ديال التقديه، انا غنحسبها ونرجع معكم لانني ما حسبتهاش. دابا غادي نحسبها ونرجع معكم. حكا بالنسبه للسكر نسيت ما قلت لكمش الثمن ديالو، راه كيكونوا فيه 5 ديال الحبات ب 30 درهم. هذه فيه 5 كيلو ديال السكر. انا غادي نحسب دابا نحسب التقديه شحال طاحت عليا ونرجع نقول لكم، لانني ما كنبغيش نبقى نعاود في المونتاج وكيكون الفيديو مزروب. فغنحسبها ونرجع معكم، ما تمشيو فين. المهم انا مشيت حسبتها وعاد رجعت معكم لانني ما كنحسبش المجموع. تقامت عليا التقديه كامله ب 547 درهم. انا غنحط لكم الصوره هنا اللي حسبت، وعاودوا حسبوا حتى نتوما لا نكون تلفتوا شي حاجه. غير هو بالنسبه للفينو يمكن ما قلتش لكم الثمن ديالو، راه ولا داير 8 درهم. راه نقص الفينو القمح الكامل تا هو نقص. غير هو القمح حنا راني ما خديتوش حيت مازال عندي. كسكسو اللي مازال طالع راه داير 8، ما عرف ما عقلتش شحال داير يا ربي، واش 100 والله ما عقلتش. داير 13 درهم الكيلو. صافي ما ديوش عليا، راه فاش كنجي نهضر كنتلف وكنشوف الفيديو كيزرب. المهم هذه هي التقديه ديال اليوم. كنتمنى نكون ما نسيت لكم حتى شي حاجه، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. والى اللقاء في فيديو جديد مع وصفات ولا تقديه باذن الله.